السلام عليكم، صباح الفل عليكم. جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. النهاردة يا جماعة هنعمل فرختين. نعمل فرختين عتاقة هنحشيهم. بص، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. فرختين كبار وحلوين زي الفل اهمت. هنعمل محشي، يعني هنسلق الفرختين دول هنحشيهم. دلوقتي انا غسلت الفراخ ونقعتها في ميه وخل. هعمل بقى الخلطة بتاعة الحشو بتاعتهم اهي. عملتها اهي وطفيت عليها اهي. حطيت لها التوابل، حطيت لها اللهم صل على النبي ملح، فلفل اسود، مرق الدجاج، اللي هي مرق الدجاج يعني سايبه. حطيت لها كاري، عشان كده مديها صفار شويه. خلصتها وحمرتها. ودوت بصل البصل بتاع المحشي. هعمل التسبيكه دي زبده بقري عشان اللي عندي خلصت، وانا بعمل محشي النهارده لازم احط له سمنه بلدي. فانا هفضيها في الحله اهي وهسيحها. وهنا هنحشي الفراخ. احنا طبعا كترنا البصل وقللنا الرز عشان ياخد راحته، الرز ياخد راحته ويستوي. نقسم الخلطة دي نصين على الفرختين بس اهو. التانية اهو فيها الفرخة التانية. نحط ده كله هنا، كل ده لان هو يدوب. هما 3 بصلات على كوز يعني انتوا هتعرفوا كوز يعني ايه. 3 بصلات على اقل من ربع كيلو رز، اقل. دي اتملت عن التانية مش مشكلة. اللي انا عملتها ماجي، فلفل اسود، بصل. دي حتة بصلة كبيرة. ماجي، فلفل اسود، بصل. دي المرتة بتاعت الفراخ اهي. السمنة بتسيح اهي، والفراخ اتحطت على النار خلاص، فيها توابلها وكل حاجة. بقولك هاتي الإضاءة ليه عاملة عندك كده؟